السلام اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله توكلت على الله. اليوم جيت نحضر معكم حرشه بطريقتي، حريشه كبيره كنديروها دفعه واحده، سهله ومهله وكتجي زوينه بزاف. يلا المقادير ما فيهاش شي مقادير كثيره. بسم الله توكلنا على الله. عندي هنايا معلقه صغيره ديال الملحه، عندي 2 معالق كبار ديال السكر، والحلاوه حسب الذوق. اللي ما بغاش حلاوه بزاف ما يديرش الحلاوه بزاف. ندير لها انا وكندير لها واحد الفانيليا، اللي ما بغاش ما يديرهاش، كتعجبني انا من السما. انا عندي هاد الخميره فيها 15 غرام، غندير نص ديالها 7 غرام باش ما تجيش فيها الخميره بزاف. عندي نص كيلو ديال السميد نسيتو، نص كيلو راه عابره، نص كيلو. نديرو معلقه ديال الخميره، نمزجو مزيان هاد النواشف مع بعضهم. دابا نزيدو نص كاس ديال الزيت، تقريبا زيت شويه، نص كاس زيت شويه. ندخلو هاد الزيت مزيان بلا زبده بلا والو، انا كنديرها غير بالزيت. واللي بغات تزيد شويه د الزبده تزيدها ماشي مشكل. بعد ما مزجت مزيان الزيت مع السميد غنقص واحد 2 معالق، هيدا شويه 2 معالق ولا باش نقرص بهم. ها هادو ما نخليهم على جانب، نقرص بهم باش ما كيجيناش ديك السميد ناشف اللي نقرصو به. دائما ناخذوا من السميد اللي درنا باش نديروه في الحرشه. دابا غنزيد واحد البيضه ونبدا نزيد في الحليب. عندي كاس هنا د الحليب، ها كاس، وإلا ما كفانيش نزيد شويه ديال الماء. هي كتهز كاس د الحليب كاس د الماء. غنشوفو كنخلط هاد البيضه مزيان باش تنسجم، عاد نكمل باش ما تبقاش تجي فواحد الجهه فيها البيضه وواحد الجهه ما فيهاش. دابا من بعد ما مزجت ديك الحليب وديك البيضه مزيان هنا، وزيدت كاس ديال الماء، نزيد منه شويه ونخلط غير رؤوس الاصابع، ما نخدموهاش غير هكذا برؤوس الاصابع. شوفوا كيف خفيفه القوام ديالها. دابا غنخليوها تشرب. راه زدت غير ربع ديال الماء، ما هزليش مع ديك البيضه كانت كبيره، غير ربع ديال الماء اللي هزلي. ها هو الكاس ديال الماء اللي عمرته زدت منه ربع. كتشوفوا داك الكاس د الحليب عامر والربع ديال الماء. دابا نغطي عليها ونخليها تشرب شي 5 دقائق ولا، ونرجعوا باش نديروها في المقله. انا نغطي عليها ونخليها تشرب ساعه. من بعد جبنا المقله ديالنا، انا كنديرها في المقله بارده. كنجيب ديك السميد اللي كنا خليناها هي كنديرو شويه في المقله. من بعد ما شينا السميده في المقله ديالنا غنجيبو دابا الحرشه ديالنا. ها هي الحرشه ديالنا كتشوفوا كيف شربات. غنديرو عليها شويه السميد هيدا ونبقاو ندوروها غير هكذا، ندوروها ونديرو شويه السميد. حنا كندورو هي كتهز، وننزلوها بهذه الطريقه في المقله. ها هي الحرشه ديالنا. بعد ما نزلناها كنجيبو ديك السميده اللي بقات لنا وكنديرو هيدا ونعوطو الحرشه ديالنا. ساهله الطريقه هذه. ديك السميده اللي كنا خلينا باش ملي كطيب ما كتجيش عليها ديك السميده بيضه بوحدها، ولا ديك السميده جات السميده فيها الزيت فيها كلشي. خوتي ها هي الحرشه ديالنا. بعد ما عوطناها كنعوطوها من الجناب هيدا بشي معلقه
بهذه الطريقه نعوطوها مزيان وغنديوها فوق البوطه طيب. ها كتشوفوا كيفاش كنعوطوها مزيان، نديوها نديروها فوق البوطه طيب. العافيه ما تكونش مجهده وما تكونش مهيله. خوتي الحرشه ديالنا هي دابا من بعد ما طابت غادي نقلبوها. كتشوفوا راه طابت حتى من فوق، كتجبر الطحاديه كتجبر قاصحه شويه. غادي نقلبها. انا عندي واحد اللوحه كنقلب عليها، وكل واحد يقلب لا اي حاجه اللي كيقلب عليها دائما. هذيك اللي كنطرحوا عليها الخبز ولا شي مغطى عنده كبيره، شي طبسيل اي حاجه. خوتي من بعد ما قلبتها هاي نتوما كتشوفوا كيف كتجي محمره وزوينه. دابا نخليها طيب من الجهه الاخرى ان شاء الله ونقدموها. ها هي خوتي خواتاتي الحرشه ديالنا من بعد ما وجدات. نتوما كتشوفوا كيف كتجي محمره وزوينه ورائعه. ها نتوما خوتي شوفوا مزيان كيف كتجي من داخل هشيشه، كتجي محمره ورائعه. نتمنى تجربوها. الى عجبتكم ما تنسوناش من لايك فضلا وليس امرا. سلامات، حتى الفيديو اخر ان شاء الله.